عسلامتكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. الليلة من طاولة الرابعة من طاولة رمضان. أول ما بديت باش نعمل اللازانيا. صبيت الزيت في المقلة، وحطيت اللحم المفروم، خليته قلى اللحم المفروم، وبعد كده حطيت عليه ورقة رند، 3 ورقة رند، ونبقى نحرك هكاكا. وكملت صبيت عليه الطماطم، حطيت شوية ملح أول مرة، اللحم المفروم متاع اللازانيا نعملها مفوحة من نعدة شوية ملح وشوية فلفل أكحل، ونصب عليه الطماطم هذاك اهو، نزيد حتى شيء. وتجي بنينة ما تصبروش كيفاش، من غير لا فلفل لا حتى شيء. كما فما برشا ناس على خاطر تعمل فيها يعملوا فيها الفلفل ويعملوا فيها الحوارات، هي ما يجيهاش. راه كل واحد وطريقته، وكل واحد وكيش يعمل فيها. والله صبيت الطماطم خليتها كده، حسيتها زي ناقصة شوية، زدت حليتها بزخرة وكملت صبيت. ونبقى نحرك فيها، وزدت شوية فلفل أكحل. وبعد كده تعديت باش نعمل سلطة مشوية. خليت اللازانيا، الصوص متاع اللازانيا يطيب، وتعديت نشوي في السلطة الطماطم متاع السلطة المشوية. كملت من السلطة، كملت شويتها، وبعد كده حضرت الصوص متاع اللازانيا. وباش باش نعملها في الطبق وندخلها للفرن. كيما تشوفوا صبيت البشاميل، شريتها حاضرة، ما عملتهاش في الدار. وصبيت شوي من هاك الصوص هذاك، هذا في أول مرة قبل ما نعمل الورق تاع اللازانيا. ونبقى نحرك هكاكا فيه، ونعمل هكاكا، نصب البشاميل. وبعد كده نبدأ نعمل أنا يا أخي اللازانيا هذه جت رهيفة. تفرق هي اللازانيا، فما السمحة فما النورمال وفما الخايبة. والله فما اللازانيا على اللازانيا تبدا خشينة وتركا فيهاش. هذه عجبتني للخ، نعود نشري كم منها هي، ما نشري كم النوعية هذه. سمحة ياسر رهيفة. شوفوها بالعمل، كل ورقة تاع اللازانيا عاملين تحت هاك الورقة البيضة هذيك، احنا طبقة بطبقة هكاك عاملينها. فما لازانيا ما يعملوش فيها هكاك، يبيعوا فيها معناها كان ظل هكاكا فوق بعضها وما فيهاش هكاكا. الورقة هذيك زي ترانسبورون. نزيد نكمل نصب اللازانيا كما العادة.
الصولة جت عاقدة شوي وززت. هو لما حيل عملت طبق صغير، ما عملتش كبير كما تشوفوا فيه. حتى الرمضان والواحد هكا تشوفها فيها نحيت منها الورقة هذيك، شوفوا مرهفها. النوعية هذه اسمها ياسر في اللازانيا. هذيك آخر ورقة صبيتها متاع اللازانيا، وكملت صبيتها كطريف الصوص هذوك كما تشوفوا فيهم اللي بقوا في الآخر، كملت صبيتهم. الفيديوهات متاعيني نهبط فيهم في الليل، معناها العشاء كي نطيب، معناها نطيب ونحط معناها مش هيك اللي معناها فما ناس تصور من طيب من نص النهار ويصوروا ومن بعد ليك يعاودوا أنا من جديد. أنا نطيب ديريكت ونجي يوم المغرب قد تجي ما هكاك. مش هكا نعمل طاولة ونزيد نعاود مرة أخرى ونزيد كل واحد كيفاش يستسهل هو وتو باش نتعدوا لكعبة البريك. عنا العظام، عنا الفرماج كل عادة البريك، شوية معدنوس وشوية بصل وكبار وتن وجبن مرحي، ونعمل شوية كركب وشوية فلفل أكحل. هذاك هو هذا كان نعمل فيه في كعبة الملصوقة البريك. الليلة زدت شوية ملح، خاطر التن اللي هني مش كما في تونس معناها مالح، ديما التن متاعهم ناقص ملوحية. وتو باش كملت من البريك وتعديت نفوح في السلطة مشوية، كملت رحيتها وحضرتها وصبيت شوية كروية وصبيت بطبيعة الزيت وشوية ملح. هذاك الفحم متاع السلطة مشوية. وصفيتها بعد ما رحيتها، حطيتها في الصفاية ينين نستقطر منها الماء نتاعها الكل يتنح، ونكمل نخلط هكاكا كما تشوفوا، خلطها في بعضها ومن بعد ليك زدتها رشة كبار. وهذه طاولتنا حضرت. عملت كان 3 حاجات، كان السلطة واللازانيا والبريك. وشهية طيبة للناس الكل. وبالسلامة.